السلام عليكم. في اطار الامثله الشعبيه المغربيه والدارجه ديالنا اللي زوينه وممتعه وشيقه، جبت لكم واحد الصوره امامكم. هاد جوج ديال الاشخاص، جوج رجال كيبانوا بحال بحال مبادلين في الكوستيمات. واحد فوتوكوبي ديال الاخر، يعني هو هذه كاينه كنقولوها في الحياه ديالنا اليوميه. كنقولوا فلان جالس مع راسو، اولا مالك بغيت اخويا نجلس مع راسي، يعني بغيت نجلس حتى مع شي واحد. هما داروا هاد الرسم هذا وهاد الصورة هذه تعبير مجازي. وفي الواقع راه ما يمكنش تجلس مع راسك، ما كاينش جسد ولكن نفسيا ممكن تجلس مع راسك. ممكن مثلا تكون وهاد المثال هذا او هاد كما تيقولوا هاد الجملة هذه غادي تدخلنا لواحد النقاش، غادي تعطينا واحد التصور غادي نهضروا عليه دابا. انا نعطيكم الراي ديالي، وإلا كان عندكم شي راي واحد اخر، شي مثال ولا شي نقاش واحد اخر، كتبوا لي في لي كومونتير. مثلا انت جالس كتحس براسك انك مثلا غادي في واحد الطريق ماشي هي هذيك، خصك تاخذ واحد الوقت. شنو كدير؟ خصك تجلس مع راسك. بهذا المعنى هذا تجلس مع راسك يعني غتفكر شنو هما الاغلاط، شنو هما الديفوات اللي كدير، شنو هو الطريق اللي انا متبع وماشي هي هذيك وما تسلكنيش. اذا خصني نجلس مع راسي، خصني نتامل، خصني نراجع نفسي، خصني نعاتب نفسي باش نتاخذ واحد القرار اللي صحيح، اللي يبدل لي المسار ديال الحياه ديالي اتجاه الافضل. يعني هذا كيبقى مثال، فلان جالس مع راسو، ما كيبانش هذاك حماق ولا نقولوا مثلا راه معقد، لا، سيد باغي الراحه النفسيه. راحته مثلا، هذا مثال واحد، راحته بغاها انه يبقى يجلس مع راسو، ما يجلسش مع بنات. ما يمشي للقهوه، يمشي يجلس بوحدو، يتقهوى، يتكونسونطرا، يتامل، يشوف، يهز التليفون، يتصفح في مواقع التواصل الاجتماعي، يقرا شي حاجه. هذيك تتسمى جالس مع راسو. الا دزتي وشفتيه كتقول راه بنادم جالس مع راسو، كونسونطري، كالم، لاقي راحته هكا. كاين اللي كاين اللي كيلقى راحته في الجميع، مع البشر، مع بنادم، مع الناس، يتلاقى مع هذا مع هذا، يخلط مع هذا. كاين اللي كيلقى راحته مع واحد الصديق واحد. وكاين الفئه الثالثه اللي كتقول انا خص ما عنديش انا مع بنادم بزاف، انا ما نستافد منه والو، على الصداع ما يفيدني ما نفيدو، اللهم نجلس مع راسي. هذا مثال زوين تا هو، الدارجه المغربيه واعره غزاله زوينه. اي اي جمله مغربيه في الدارجه راه عندها واحد المعنى اللي واعر بزاف. انا كنجيب لكم غير الامثله اللي بوزيتيف، اللي كتكون زوينه فيها افاده. انسان حس براسو غادي في واحد الطريق ماشي هذيك، يجلس مع راسو، تكونسونطرا، يراجع نفسه، شنو هما الاغلاط، شنو هما الحوايج اللي ما خصنيش نتبع، شنو كذا. كنبدا يعني نغربل افكار سيئه ونخلي افكار اللي مزيانه. لقيتي راحتك اخويا ولا اختي، لقيتي راحتك تجلس مع راسك، شتي راسك مرتاح انك ملي كتجلس مع راسك راك مرتاح، وبقى هكاك. هذيك ما كتسماش عقده وما كتسماش يعني بنادم مريض ولا كتسمى شي حاجه. هذيك عاديه، هذيك حاله حاله كما تيقولوا انسانيه عاديه. كاين ثلاثه د الحالات، كاين اللي كيبغي يجلس مع راسو تيلقى راحته، كاين اللي كيبغي يجمع مع البشر يتلاقى النهار كامل هو مع بنادم، وكاين اللي كيبغي مثلا يتلاقى غير مع واحد الشخص يدي ويجيب في الهضره وكذا، ويكون هذاك الشخص اللي غتجلس معاه يكون حتى هو في نفس النيفو ديالك. ماشي كنهضروا حنا ماديا، حنا كنهضروها في المستوى ديال العقل. اما كاملين ولاد 9 شهور كما تيقولوا، لا للتكبر، وربي ما كيبغيش التكبر. ان الله في واحد الايه، ان الله لا يحب المتكبرين. حنا كنهضروا في المجال ديال العقل، اللي واحد لا يعطيك شي فكره او غادي يفيدك. عندك مثلا شي مشكل تقدر تعاودو يستر داك المشكل ديالك، ما يفضحوش، ماشي تقولوا شي داك الشخص كما تيدير لك الجزيره الاخباريه، فهمتي؟ واحد يعرف شكون هو الصديق، شكون هو الانسان اللي مزيان اللي يكون غتستافد منه نفس الافكار نفس التوجه. ماشي واحد غادي في واحد الطريق وانت غادي في واحد الطريق، راه ما هو يعطيك شي طريق ماشي هي هذيك. دير واحد تيكون تا هو كتحس بيه كيبغي لك الخير،
يعني هاد المثال هذا عطانا هاد النقاش هذا. وتحية لأبناء المملكة المغربية.